شوف والله سبحانه وتعالى ايش قد عظيم، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، الف الحمد لله والشكر. طلع عندي فايز بالحويجه بكركوك، هذا ثاني فايز يفوز بكركوك، هذا الشخص جمع كل الاحرف من جبس ابو جنه وربح سياره 2025، راح نودي له اياه بعد 10 ايام، نقول له الف مبروك. مو هذا موضوعنا. اتصل علي شخص قال لي اريد اسوي لي اعلان بكركوك، قلت له اخذ 3 ملايين، قال انا اريد اسوي لي اعلان على مستوى العراق، تسوي لي ضجه. قلت له اخي هذه طالع عندي فايز في كركوك، راح اعطيه سياره، شنو رايك؟ اجي اسلم السياره من يم محلك، وهم اسوي لك اعلان، وهم اذكر بالبث لمده 10 ايام اني راح اروح اسلم السياره من يم هذا الشخص، واخذ منك 10 مليون دينار عراقي. قال موافق. ايش قد صفت علي السياره؟ صفت علي 5 ملايين، السياره قيمتها 15 مليون دينار عراقي. شوف الله سبحانه وتعالى ايش قد عظيم، الف الحمد لله والشكر. الرزق بيد الله، ما حد ما يعرف وين رزقه، حتى بالسيارات بالتسليمات السيارات الله سبحانه وتعالى رزقنا. فمن يوم وغادي بعد نريد باي محافظه، طالع عندنا هسه ممكن فايز الاخ بالحله، فاي شخص يريد باي محافظه يريد اعلان خليه يحجز منها الساعه، من تطلع عندنا سياره نجي نسلمها من يمه ونسوي له اعلان اني وشكو مشهور وياي من رايد من الويلات، نجي نسلم السياره من يمه ونذكر بالبثوث لمده 10 ايام، والتسليم يكون يمه، ونسوي له اكثر من 4 5 فيديوهات، ناخذ منه 10 مليون دينار عراقي، يكون تسليم السياره يمه والتجمع يمه. الله يحفظكم ويستر عليكم، واحنا بعد 10 ايام باذن الله محمد رسول الله بكركوك، ومبروك اهل كركوك، هذا ثاني فايز من جبس ابو جنه لاهالي كركوك، جمع كل الاحرف مال ابو جنه وربح سياره 2025. قولوا له الف مبروك. باقي عندي كم سياره؟ 35، ومن عدا ال10 اللي طرقتكم اياه بشهر الواحد، هاي ال10 من جيبي الخاص بقيمه 150 مليون دينار عراقي من جبس ابو جنه، بالاضافه لا تنسون بعد كرسي جابر الحدث ولا واحد ما طلع.